في الفترة الأخيرة كترت حوادث الانتحار في بوليوود وتحولت لمقبرة للانتحار. ممثلين وممثلات، مساعدين ممثلين، مساعدات ممثلين بينتحروا كل شوية. وكل لما نقول إن ممكن يبقى سبب موتهم مدبر، تيجي في الآخر خالص تقارير وتقول لأ هما انتحروا، رغم كل المبررات اللي تدل إن هما لأ، كان عندهم الاستمرارية والدافع إن هما يعيشوا، لكن بتتسجل ضد مجهول أو هو اللي انتحر. من ضمن الحالات اللي ضافت لبوليوود أخيرا هي ممثلة شابة بتبلغ من العمر 20 سنة، ماتت يوم السبت 24/12 عام 2022. ماتت في غرفة المكياج أثناء تصويرها لمسلسلها علي بابا. هي تونشا شارما، ممثلة شابة صغيرة في العمر، وكان تعليقات الناس على الحادث دوت هو ازاي تنتحر وهي صغيرة كده؟ طب ايه اللي خلاها تنتحر؟ هي مشهورة وفي بداية عمرها، ايه اللي يخليها تنتحر دلوقتي؟ أسئلة كتير وتعليقات كتير من الجماهير وملهاش أي إجابات، وفي انتظار نتيجة التحقيقات. وبالفعل بيعتبر الحدث دوت مش الحدث النادر في بوليوود، لأن حصل كذا حادث زيه، لكن التساؤلات وقفت عند هما ليه بينتحروا؟ طب ما هما لسه شباب والشهرة قدامهم كبيرة، طب ما هما محققين نجاح، ايه اللي يخليهم ينتحروا دلوقتي؟ ممكن الضغوطات؟ طب ضغوطات ايه اللي يخلي انسان ينتحر في اللوكيشن بتاع التصوير وهو محقق نجاح كبير؟ تساؤلات كتير قوي وغريبة في عالم بوليوود اللي بقى مريب اكتر ما هو غريب.